بعد نهاية مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس إفريقيا 2025 والتي انتهت بفوز نيجيريا من 2-0، شهدت نهاية اللقاء توترا غير مسبوق بين لاعبي المنتخب الجزائري وحكم المباراة. مباشرة بعد صافرة النهاية، أعرب عدد من لاعبي الجزائر عن غضبهم واستيائهم من قرارات الحكم، خاصة بعد اعتراضات قوية على رفض احتساب ضربة جزاء محتملة في الشوط الأول، مما جعل الأجواء ترتفع داخل الملعب. في لحظات حرجة، بدا بعض لاعبي المنتخب الجزائري وهم يتجهون نحو طاقم التحكيم ويحيطون به اعتراضا ومحاولة للتعبير عن غضبهم، قبل أن يتدخل الأمن والإدارة لفض التوتر وتأمين حكم المباراة وإخراجه من أرض الملعب. هذا المشهد أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، حيث تحدث الجمهور عن توتر عارم وغضب شديد لدى اللاعبين بعد خروجهم من البطولة، خاصة ضد قرارات التحكيم التي أثرت على مجريات اللقاء حسب رأي البعض. رغم أن المباراة انتهت بفارق واضح لصالح نيجيريا، إلا أن حالة الاحتقان بعد صافرة النهاية كانت أبرز عنوان للقاء في وسائل الإعلام الرياضية، مع صور وفيديوهات تنتشر على الإنترنت توثق لحظات غضب اللاعبين تجاه التحكيم.